تردي الوضع الإنساني في اليمن يستمر تأثيره على الملايين رغم وجود عشرات السفن الإغاثية محملة بمواد طبية وغذائية قبالة ميناء الحديدة. هناك 34 سفينة إغاثية رفض الحوثيون دخولها ميناء الحديدة حسب اللواء الركن أحمد عسيري، وهناك سفن دخلت الميناء لكن سيطروا عليها الحوثيون ورفضوا مغادرتها، ومصير أطقمها مجهول. السفن كانت تنقل مساعدات غذائية دولية ضمنها مساعدات أرسلتها السعودية. المعلومات السابقة كشفت عنها وأكدتها تسجيلات صوتية من سفن حربية مصرية في البحر الأحمر. معلومات من جوه من المينا يعني من ناس في المينا ان فورس جروب محجوز عليها. حسب الأمم المتحدة يعيش نحو 19 مليون يمني في أوضاع إنسانية سيئة، منهم 9,600,000 طفل، وأكثر من 14 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي. أرفد الجنابي، الحدث.